في واحد اتقدم لواحدة وهو بيتجوز، والشخصية اللي اتقدم لها دي تبقى صاحبة مراته. طبعا انت مش متخيل الموضوع ده وازاي ده حصل والكلام ده كله. كنت حابب اعمل عليه رياكت واللي انا اهزر، بس طبعا الموضوع مش قادر اهزر فيه، مش قادر اطلع لك منه ضحك بصراحة. يعني الموضوع ما ينفعش ان احنا ناخده بطريقة هزار، ناخده بطريقة كوميدي. حق عليا، في كمان حد له حق عليا. هو كان في الدر. لا ثواني بس، ما تقطعنيش مع الناس. بص، في حد وقف جنبي طول الفترة اللي فاتت دي، تمام؟ وانا حبيته ووعدته ان اكون معاه دايما. يا ست اسبوع بقى. اي نعم الشارع محل الاربعة يا جماعة. بقول لك يا نظام جمع واكسب، يعني انت لازم تاخد دي ودي انا مش فاهم. طب يا حبيبي يا بابا، انت دلوقتي حبيت دي، خلاص سيبك من دي اللي هي مراتك، اللي هي اصلا انت خلاص بتتجوزها. اركن على جنب خلاص، قبليها قبل الخطوبه قبل الخرا ده كله. قول لها خلاص يا بنت الناس، مش هينفع اكمل معاك عشان انا بحب واحده تانيه. خلاص خلصنا، محدش هيلومك. لكن الجو الزباله اللي انت عامله ده عشان تجمع تكسب ده، فكك منه. وعدتها ان احنا هنكون عيلة واحدة، انا وهي وساسو. عارف ان الموضوع هيكون صعب، لان محدش هيقول ان في حد يعرف حبيبته التانية يوم فرحه قدام مراته ويتقدم لها قدامكم كلكم ويقول لها انا بحبك وعايز اتجوزك. تيجي ولا انت بجح قوي يلا يعني لا مؤاخذه. يعني انت الغلطان وتضربها وبعد كده اسم ثلاث ورباع. يعني لا مؤاخذه يعني انت لسه يعني يا عم ماشي اتجوز، بس اللي هو يا عم اصبر يا حبيبي اصبر. اللي هو انت لسه تتجوزها. اصبر يا عم اصبر سنه واتجوز بعديها يا عم. لكن وانت في الفرح تكسر بخاطر قلب البت ليه كل ده عشان فلوس؟ ينعل ابو الفلوس يا جدع، ينعل ابو الفلوس اللي تكسر الشخص كده، اللي ينعل ابو الفلوس اللي تخلي البني ادم يبقى زباله كده.